مساء الفل يا جماعة، النهاردة المواجهة اللي الكل مستنيها، احنا قدام عيلة البريزما من اكواتورك. كتير بيسأل ايه الفرق ما بين النسخة العادية والنسخة البلس، وهل الزيادة في الامكانيات تستاهل فعلا؟ النهاردة هنشوف بالتفصيل الحكاية ومن غير اي كلام تسويق. مبدئيا الاتنين شكلهم تحفة، موفرين جدا في المساحة مقارنة بالفلاتر الكلاسيك، وجايين بنفس الاساس القوي. احنا بنتكلم عن اجهزة استيراد تركي، بوكس بتاعها بلاستيك، محمل مضاد للصدأ والكسر، الاتنين 7 مراحل بتقنية الأرقو الحقيقية، يعني إزالة الأملاح الزايدة والبكتيريا والفيروسات والكلور والمعادن التقيلة، والجهازين برضه فيهم خزان داخلي وحساس أمان منع تسريب. بالنسبة للصيانة فالاتنين بيستخدموا تقنية الكومباكت، يعني بتغير شمعك بايدك من غير اي ادوات في دقايق. لو بصينا على بريزما العادي هنلاقي انه بيعمل المعادله الصح، تنقيه قويه جدا مع الحفاظ على المعادن الاساسيه اللي جسمك محتاجها زي الكالسيوم والمغنيسيوم، والكربون اللي جواه كربون نباتي 100%، وده بيديك اعلى درجه نقاء ممكنه للميه. فلو هدفك تنقيه محترمه جدا، شكل شيك، بيوفر في المساحه، صيانه سهله، يبقى بريزما هو الاختيار الواضح. لكن لو رحنا للبريزما بلس، هنا احنا بنطلع لليفل اعلى في الامان الصحي. البلس بياخد نفس قوه البريزما ويضيف عليه اضافتين تقال جدا. اول حاجه شمعه الكربون سيلفر، وده كربون ممزوج بالفضه، وظيفتها انها تمنع تكون اي بكتيريا او طحالب جوه جسم الفلتر نفسه، يعني حمايه داخليه للجهاز مش بس تنقيه للميه. تاني حاجه شمعه الالكلاين بلس، ودي بترفع قلوية المية وتديلها توازن أفضل، وعمرها أطول بكتير من الألكلاين العادية. الخلاصة، بريزما العادي اختيار ذكي وعملي وبيحافظ على المعادن، لكن بريزما بلس هو اللي بيديك الفول باكج، أمان ورفاهية صحية بفضل الفضة والقلوية العالية. وموجود على الويب سايت اكواتورك ايجيبت وظيفة كل شمعة بالتفصيل علشان تختار اللي يناسبك. قولولي في التعليقات تختاروا مين؟